الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أمجهشتنا فيرم قلتي المسألة الخامسة بابت بنجي حكم النظر إلى المخطوبة، يعني حكم برخدانا خاستيه أو تشد خازي كان أجد سحكي حكم شيء. من أراد أن يخطب امرأة قلت هر كسي حسكر كجنك بخازتا يشرع ويسن له قلت الدرست والسنة بوي النظر إلى ما يظهر منها عادة. قلت السنة بوي برخبدتا اوان جهتكو عادة الدفجن ديار يعني بيشجاف بالا بتر عادة اگر جنای درک بیتن آنجیل جهه که گشتی بیتن کیش جهت وید آشکرانه و کشفن و مروف شد برای خواب داده آها حلاله وقت تو اگه خواست تو سحکه وان جها و که خیره که وجهی ها یعنی بونمونه سحکه نافچاوه توی و کفیها و هر دو دست توی و قدمیها و هر دو پیتوی. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. شو الحديث سهل كرة سعدي خدش راضي بيتن. طبعا احتمال ايدي بشن بوش دي سحكة دستا ما چه علاقات بي وانجي بيا مثلا بيدي بوش سحكة دا بيتوي كو بيتوي در كفت بن هم دي بيجين بالا بطري مثلا يا دستا احتمال هاي ويا بيا جي عموما يا دستا بيا ده ضعیفی و قلوی و پنیاستن چون گله جلک یه ستاره یا مثلا یه فره یکی دیگه برخاتون زانکا قلوه آن یا ضعیفه دستا ده تشی دیار بیتن هر واسه رنگ ویژنه هنه یعنی سپیاتی و اسمری و رشاتی و دستو پتوه ده آشکرا کردن اول ده فایده ورده بیتن. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جنكيك هذا ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي يا رسول الله أي قصد خده جئت لأهب لك نفسي قوتي أزيهاتي دا نفس خب كما دياري بوده يعني تو من بخازي بخو مدفد تو من بخو بخازي وبجي يشوان حديثة يتكود بنا دليل كو درست جن بچي نفسه خو عرض بكسر جحيلك كيش خاصة اكر بزانيتن او جحيلي هاني او يكو دي بكيروئتن يبدينو اخلاقا يبروشتا درستا او طلب بكتن هذا يعني ويك شرعا درستا بس يا باشتر ونكتن چونكي بالا بتري او كتشت كو چن من نفكراوا ده چاوه داشت صبای ادنا مشکل چه بیده بده تهیویش میکره تو هر را ما هم بعد تو هات تهوی کردی هنه اتشت ریکا خدیجه بکار بیندن کچ جلا جز کچ و بسیارش کن و ولی که جلا کا باشه بان یعنی دبیش من دل سر هی کورک خود تعالی بکت قسمت من و از متابعات کم رو که باشه وش از بخواد دعات کم کو خود برای بده من بس ما اگه تو چنه کی او تنحسیت نزانید و دشوا بدأت حبيتها لو ماجي ريكا خديجة باشترين ريكا رضي الله عنها بشتن هوالا كبيد قلنا نفيسة فريكر قلت هر دف پیغمبري عليه الصلاة والسلام وقت في شي پیغمبري بيت عليه الصلاة والسلام إنه نفيسة شو هات قلت تو حس كي جنك خدان حسب و مال شي بتبكت قلت بس كاني كايك واسه اینا گوته خدیجه گوته درسته بس کی و خدیجه ده راضی بیتن وشنده از مثلا شوانیت یم دجا دیل ما میخواد شما تجارت کی و او خدان حسب و ماله گوته اوی پله خمامن از زیبو در راضی کم از خواهر راضی اوی طلبایی کرده بس با گوته پله از زیبو در راضی کم و ده دیل آفم و شکله جن جیناش کت چاوت کرده و مثلا سانگای بیت خالی بیت با مادم و هروب دیف کرکا و بسیار کرد یعنی زیت ابو چه نبن یادشی دیکش شد وراکی بخوا جهیت او کارایی کو ادبینیتن دبکیر و ایتن دبکیر جیانا خاد یل بورینتن اولی اگر هاتو بزانیتن یه باشه و نیت او باشیه بیت
نکو بیت درگه هی بجا همه گواب شدیل کرکی باغ بیتن آن فلان نه بو خیره و او جبت خازیتن بشن وقت بجن که هات پیغمبری علیه الصلاة والسلام قلت فصعد النظر إليها وصوبه يعني پیغمبری علیه الصلاة والسلام برخوا دايه فصعد النظر يعني سرخوا لبلند كر برخوا دانخوا وصوبه وينا خاله يعني جاوه خاله گران تب بشه سريو خاله وصح كره ثم بشتنجي پیغمبری شكر طأ رأسه سرخوا هجاند يعني نخير سرخوا هجاند يلا جاب اشارات من رو دبيش نخير مانه ده سرخوا برا خير راسته و یه چپه دو سه جالت که هجینه معنی اول پیغمبر خدا وکر علیه الصلاة والسلام و اوجی ایکش حقیقت خدا نیه چون که شولا زواج بتعداین نه وقتی تعدید گرد انایت آن نه چود دلت ادا خلاص نکوده مال بینه ولا مادم یا باشه و دین و اخلاق و ایلا ده اوه بیتن نشود دل دا مثلا دلیو نورگر خلاص یعنی ابها چون که یلا ایجاده بیته سببی آریشا بلا نابینوی و خدا و آوایه و یا عبادتت کرد بر دوام بس نشود دلدا کو حج بکرد نشود دلدا کو رزیل بگیرید نشود دلدا کو مثلا صباحی بریوش درف بگیرید یعنی مقصد الزواج ده هندک من نولویره راست جوانی همه گفت بین جوانی ناخیه یا شناف دایا و دکریارت ویل برتجان کت ان شاء الله بس با یا ناف سرو برو ناف شابتش یعنی اوجی نقطه کو یا وصابیتن برتج درف بگیرید وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بوش الفيديو قلت وحديثي ما أنا قلت وحديثو وحديثا ما قلت وحديثي بوش ما قلت أفوا وهني بنوا وعطفه يعني ما حديث عطف كرسل كلمة كوديك أو خشية مجرورة بري وياهاته إيش كيش كه لحديثي مانا لحديث سهل ما دام حديث أول يا مجرورة وقت عطف تياسر دوج مجرور كي لحديث سهل وحديث فلان وحديثي شو ما قلت لي وحديثي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل قلت أس جارك الدف پیغمبری بوم عليه الصلاة والسلام ظلامك هات دفوي فأخبره أنه تزوج امرأة قلت پیغمبر عليه الصلاة والسلام من جنكك أبو خويناي من الأنصار جنكك أنصاري من أبو خويناي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت وي أنظرت إليها تبر خداي أن تسحكرية تديتيا أنا ما بس بتخاصية وراضي بنا قلت قال لا قلت نخل من سحكرية قال فاذهب قلت هرا فانظر إليها بله خبده سحكي ببينا زانها چويا فإن في أعين الأنصار شيئا قلت چونكي تشتكي جاوه أنصاريا ده هاي أبا كندك علماء بن يعني جاوه وان شيناتي ايته ده بيت بجن شيناتي ايته ده بي عندك تي يا جاوه شين نبي مثلا وهندك بجن مقصد به أبا جاوه وان بچيكاتي ايته ده بي يعني جاوه بچيكاتي لفوان هبي و چاو بچی بلکل برتا و چاو بیتن یا کرد بیتن لا ماجی گوتی سحکی که چاو تو چوانه که آب خواهی چوایم مانه داب زانین که دلتا بیتن نه وحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قوتي إذا خطب أحدكم المرأة أجر ايكش هواي جني خاست فإن استطاع أن ينظر إليها قلت أجر أو شيء بخو سحكته أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قلت أجر أو شيء سحكته وان جهتكو دلوي بنا هندك وبخو بخاصت بلا بكت بلا بشندها بكت يعني مثلا شيء سحكته نافچاوت ويكون نافچاوت وسرنجاوي راكشن شيء سحكته سبياتي وأسمري ولا شيء مثلا دستن بينا کو سرنجاوی رای کشید کو بخوب خازید بلا سحکته بس کنگی سحکته پیغمبر چی گفت علیه الصلاة والسلام دست بگه حدیثه کس بخانه که در فتح ما هر کسی که بیتن چیز سحکته نه چه بیتن چی گفت اذا خطب احدکم اگر تو چه خازه
ها درسته که مثلا بحثی که چه گیتن یا باشه و صفت باشه الدفعی دی چه خازم بس دی جوانه که دانن حاضری یا محرمه اش محرمت که چه دری نخور دی کاری چی صحیحه کش دی صحیحه کار که و فشکلی هنه يعني بشيكو أن يتخاصتنا إنه قال فخطبت امرأة أبكيات بيش جابلة بشتن فخطبت امرأة من بخو جنك دست نشان كركو از بخازم فكنت أتخبأ لها قلتي من خال برفت شرط يعني من دخل برجهك نسينم دم بش ديوارك دارك حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قلت حتى وجه من أوجه ديتيتكو بخاز نهندك وأسوي بخو بخاز يعني عند جهت ويكو نافجوفت وينا مثلا دستا يعني ولي كديك وأسوي بخو بخاز فتزوجتها من شكر من جي أو بخو مهركر وخاست والحكمة من ذلك وحكمة جيت شيكو مروف سحكته وش هذا السحكة يعني هما خاصة لا قلت حكمتك يا هالجهة أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه قلت هنديك برخدانا كو أو السحكة في جنهنه أو بتر دي خاصة هندك دلتب تشيته وبهر بشكا خهابت النفس تدا ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما قلت هالرصة بشنجيجي أبا بتر دي خاصة هندكو كهيبون الدفوان هبت وحجي كرن وفيانا بردوام هردف هبتن نبين الجنوم الأدعى كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة قلت وكي قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت قلت يا مغيري كو مغيري بخو جني خاص بو قلت انظر إليها هرب خبده فإنه أحرى أن يؤدم بينكما چونكي بر خدان ده پتر بيت اگر كو فيان بينها ودا پیدا بيت أي معناه چيه؟ قلت تكون بينكما المحبة والاتفاق قلت حجي كرن و فيك كرن ده بينها ودا بيت ده بيكن وقت قو تسحكي إذا نف نظرها نه نه خاصة بو كركيبتنه بلكي بو كتشيجيا هر دو ايكو دو بين چونكي هر دو كوما في بري خدا نه هي كو سحكنا ايكو دو و ايكو دو بينن تفجيره كو ايكو دو بينن و بزانن اذا يعني دبكير ايكو دو ان انا چون دل ايكو دو دا انا حتى دمائي المسألة السادسة مسألة شاشة شروط النكاح وأركانه يعني مرجد جن مهر كرنه والركن توه يأيك شروط النكاح يشترط في النكاح الآتي وهذا النقطة بهت أو دبنا مرج الشرط بو مهر كرنه يأيك تعيين كل من الزوجين فت هر ایک اش جنو میرا بهینه دست نشان کردن يعني مثلا اول كوري شو مالكي ولا زهات كي چكها بخاص كيشكا يا بچيكا يا مازنا نوفيوچيا هما كي چكها بدن من ومن خواست باشه من جي او كي چه خداته كيشكا نه هات دست نشان کرد مانه ظلامه که چو مالكي ولا اف كي چه من هاي تو شد بجاز دم كوراكي ده بلا باشه اما اول ما بخواور گرتو تمامو دل مهر کینو کیش کورا چوا ود بیت دیار کردن تعیین بیت دست نشان کردن اف کورا و اف کیش فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها قلت چنا بیتن گربستا هفجینی بیت گردان السر کچکی کنه هات بیت دست نشان کردن كقوله بنو منبجیتن زوجتك بنتي من كجا خداته بس كنجي إن كان له أكثر من واحدة أجر بترش كتاجي هبن أجر إيك هبيتن أو درسته وابشته من كتاج خداته هم درسته نايد لنا وابين شنكي منها ما أصلا إيك هاي بس أجر بتربن بناش هبيت بشته من كتاج خداته چه بيت بيت دست نشان كرن كيش كيا بحثي كيا أو يقول ينجي بيجيتن زوجتها ابنك يعني من دو كريته
كيش كوريوه إن كان له عدة أبناء خاصة أجر جلي كره بن قلت مدو كوريتا إذا دست نشان نكر كيش كور لو ما درست بل لابد من تعيين ذلك بالاسم قلت بلكي بدفيا بيت دست نشان كرن ابناء ونشان كفاطمة ونمنا من فاطمة يكيش خداتا ومحمد من دا كوريتا محمدي مثلا أو بالصفة يعني صفاتك كيف بيشتن كالكبرى من كيش خويا مصدر داتا أو الصغرى أنجيا بتشكتر في شكلي نجي تماما هذا شرط أولي شرط دوية طبعا شرط ما قلت أول يتكوش درفي عقده درفي جريبسته هشتا جريبست دست بينا كري بيت أبها بندا جريبسته كو تمام بيت أكرن بجا هشتا جريبسته دست بينا كري جاري ما جنومير دست نشان كرن دوبشينا وبدفرا رضا كل من الزوجين بالآخر شرط دي بدوية هر ايك الجنوميرا بيدية راضي بيتن جن يا بظلامي راضي بيت ظلامي بجن راضي بيتن يعني نكو بتعداي بيت فلا يصح نكاح الإكراه قلت أو نكاح بتعداي بيتن لا درست شرعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر قلتي جن يا بوجن بيجن أبا بوجن چنا بیتن بیت دان و بیت مهر کرن حتی بسیار وين يتكرن حتى او بخونه بيجيتن ولا البكر حتى تستأذن وكت جناء مهر کرن حتى دستيري جناء ورگرتن يعني فيت راضي بن اما بي راضي بين نكاحك باطلا يا سي الولاية في النكاح فيتن وليها بيتن ولاية ولي وسميان اوه جنب داتا شي ناچه بستر بخوشی گتن اما بچید خواب داتا ایکو خلاص بو ناچه بید فلا يعقد على المرأة إلا وليها كس نشيتن جري بستر سر جنه جري داتن جبلي وليه جبلي سميانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي شو نكاح الدرسنين أجر ولي نافدانا بيتن وليه سميانه وجا ما ديف تسلسل يا هاي مانا ميراث دا مخان اول بابا كان نبيد بابي دا وفجا حتى اخيره ويشترط في الولي ان يكون وبدفيا ولي اف مرجتها نتذهبن رجلا في الظلام بيت شنو بديك ويبدا تشي كديك اوجي خدان كرا جن كچي او چاوي خدته بس شنو بديك يبدا تشي بونمونه ديك بيشتر زاواي اول من كچا خفلان كز دات ناچي إلا أو يكو دته ظلام بيت بالغا بالغ بيتن أنكو نبتشي كي بيتن بنمونا داي بابت كتشيت مر براكي هاي بس براهش تنه بالغا أو نو بتوليه نشد بتشي عاقلا هر وصا يبعقل بيتن براكي هاي بس نه درسته نشد حرا نعبد بيتي حر بيتن عادلا ولو ظاهرا يعادل بيت حتى اجل سرفجي بيت يعني يدير بيش جناهات مازن حتى بسرفجي اما وصا بيت وصا ديار بكت كو اوه ديرش جناهات مازن خلاص ناف دا اگر شكبنا بينه خود دا جناه كبا تأثير العدالة هناك يا شارع الشهادة على عقد النكاح بدفيا شهادتها بن السروي جري بستا بو نكاح تتجردان فلا يصح الا بشاهدي عدل المسلمين قوتي نكاح چنا بيتن اگر دو شهادة عادل يد بصرمان لويري نبن ببن الشاهد باجي دو شهادة فاسق لويري بن ناچه بيت يعني شو لو عمل وان وخارنا عرقية كرنا درواية بين فيجن بلا بصرمان جيبن ناچه بيت اوه ببن الشاهد قوتي عادل بن اد بصرمان بن يعني غيري بصرمان چنا بيتن بالغيني اد بالغ بن ند بچي بن شهادت وي يدوني كحانه عدليني اتعادل بن ولو ظاهرة حتى يفسر وجيبت يعني يوم سر يا بيشتاف عدالة الدفع بي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل شو نكاح الدرسنين أجر ولي ودو شهادة عدل يتعادل ادناف دانبن وما كان غير ذلك فهو باطل وقلت هر نكاحك افدو مرجت دانبن نكاحك باطلة يا بيچه
چه حساب بنایت اکرن مادام ولی لویر ولی آماده نبی و ندایم یا دو شهاد نبینه. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود. طبعا هذا إمام الترمذي ويش عنده بحث كذا جبرت چونكي اف حديثه هنه عندك زانا يا يعني تو شي بيجرى زانا ضعيف كده بس بقول اف شولا هنه كو فيتن وليو شهادة عدل هبن أبا أهل علم الصحابية بجرا وتابعية بجرا ويد بشي تابعية همي السيرفر كيتشو معناه صحتك أبو هاي السيرفر كيتشو همي يا قوتا چون نكاح چنابن بشهاد چناب. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. قلت وقت ام شهادات كينا مرج بنكاحه قلت أفا يدك كام ورجرين بنسبه دا صباحي نأيت إنكار كرن يعني مثلا أي كب دزيفة كي بخا مهل كر وكراي جهابي صباحي قلت أفا نكره منه إنكار كر دي كي بديته كس نشي بشت بو چونکی نه کس زان جناویه نه کس زان تنیا بخواینای نه کس بحثیه صحت دو شهادت بن بله هم شاهدین البته مهر کری و عیالته یا پنجه خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج بدفي هر دو جنومر هر ایک جنومر ادخالی بن اشوان ریگرا یدکود بنا ریگر بو زواجه فتن چه موانع نبن چه ریگر نبن من نسب او سبب بجا تشش لا نسب ببيت آن سبب أي بيتن يعني مثلا كرضاع يعني نسب وان جهد ايك نسب جهد ايك بشب رضاعي بشير خارني يعني افكر كي هاتي في كتشب خازتن بس كشف بي كو افيكو ريجي وقتی بچيك شیره دیگه به که چه خاری هشت عمره 2 ساله کمتر بود و 5 پتر خاری دیار بی که اول برای به که چه نه چه بید شاید خوشگاه خواب خواهیم نه چه بید و بالعکس آن که چه شیره دیگه به کار که هنه خاری وید بیا خوشگاه برا بجانه ایلا خوشگاه برا مثلا اپریکی دج یعنی بنمونه کرکی و دیگه که چه هر دوكا شيره جنكي خاري يعني مثلا جنكي شيره دا وكره يعني والشيره دا دايكا كيتش وفيكا بيكشو زي معظم بي مثلا اف مرو بهني هاد بخا خاص دبين شينا بيتن بوش شينا بيتن چونكي اوا دي بيتا خارزايا خارزا ناشي بيتا بينخ اوس يعني بشيره جهنه اكودو نسبوانا ومصاهرة ينجب خزماينيه هذا هنگی چه نبیدن مثلا خاصیه خواب خوابیندن ناشه بید یا حرام بید ریگر هذا واختلاف دین یان دینوان نواکی ای بیدن دین نواکی ای بیدن یعنی بونمونه کچک ازدیه آگر پرسه زردشتیه ملحده هذا تاني ناشه بید بین اینان آنجی بالعکس الظلام نبصرمانه هم بس نبصرمانه بجه هر دیانه دکابید ونحو ذلك من الأسباب بس يكتشف درسته كتشكر جيبيت فلا بيت درسته خاصي عفيف بيتن ونحو ذلك من الأسباب وسببت وكيفونه كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة قد بنونا ايكش واند بن إحرامت حج يانت عمره دا بيتن چينا بيتن بس يكاتي هذا يعني مثلا ظلامت شوي أن يتحج يا إنه يقولوا ويلي قد ده أما دماركه رينا خاله بره رينا خال جارزية إحرامت خواب دانه وخلاص باش حجه بشتينكي فالرجل ناشي بيت جو حج آن عمره بيت وشو ظلام بن إحرامت حج آن عمره بيت آن جن بن إحرامت حج عمره بيتن چينا بيتن نكاح چه بجاره چينا بيتن عقده هني نادرست يا بنجي أركان أنجيا دوي أركان النكاح يعني ركنات النكاح
أبا تشت خارجي بين مانا اشتام نهاتين الناف دا اف مرجع اگر تيدا هبين بجشني دي انا الناف جري بس بخدا هند الركن تيدا هاي فيت تيدا هبن دا يا درس بيتن وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي قوتي او ركنتكو نكاح خالسر راد جريتن وهبينا نكاح بيفا جريداي اونا يأيكي العاقدان يعني حاضر بينا هر دو عاقدا هر دو ام بيجين ابد جري بست ده جريدان او جي كينا وهما الزوج والزوجة او جي جنو ظلامن الخاليان او جنو ظلامت خالي من موانع الزواج الشرعي جريد زواج التي سبقت الإشارة إليها او تكبرن كما اماجا بيداي والآتي ذكرها في بحث المحرمات وهندك دجي بابت محرمات النكاح دام دي باشي بحث كن اوا جنومر فيت آماده بن با نکاح چه بیتن به جنومرت آماده بن چه بیتن بس شوا اونلاین يعني نت آماده ندفع کدو جن الویره سلام الویره هنی آنج زاوای الویره زاوای بابش که چه یل دروی والاته اونلاین مباشر کامیرا بتوکرن و دیالایی که محرکن درست و یادوی الإيجاب إيجاب يعني أو بيفا إيجاب شتشتا وهو اللفظ أو بيفا الصادر أو درت كبيتا من الولي السمياني كجه بيفا كشتا فيو درت كبيتا كو ادبيجيتي من داته دي داتا كارهاني أو من يقوم مقامه ينجي إيجاب أو بيفا أو درت كبيتا جدافي ويكسل جهه ولي تراوستيتن وكيلا بوكالت بش بابي كتشيفا أو ددته بلفظ إنكاح أو تزويج صحكي مجرد صعبات سرير فيت أف لفظات ذهبا بيشتي من لتا إنكاح كر آن من لتا تزويج كر إيجش في بيفا هني بكار بيندن باب دوا بيشتي آن وكيل و دوا بيشتي كاركي أفا بيفا خاقود جنومي جيت آمادنا بس نقطة كامي أو جي بوري سر من الزوايا لشكيتن القبول قبيل كتن وهو اللفظ قبول شيا أو بيفا الصادر أو درت كبيتا من الزوج أو درت كبيتا اجدفي كي اجدفي هفجيني ام بيجين اجدفي زواي ام بيجين زوج ظلامي أو من يقوم مقامه يعني أو كسل جهويت الراوستيت بلفظ بيجيتا قبلت يعني من شكر من قبلك أو رضيت هذا الزواج يعني جي أسر راضي بم في زواجهاني أسر راضي بم كو أف زواجها بم بجا نيل عربي تو كردجي في قاوي دبشته ظلام دبشته من بخا قبلك تبخا قبل كر بيروس بيتن آن دبشته از في زواجهاني راضي بيم خلاص تو راضي لو تف شو خلاص كده أسر راضي بيم تماما أفا هنجي أفجنا مهر بي وخلاص ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول قلت بيت فيها إيجاب بري قبول بيت شنو بيت نشتا بابا نقولي من داتا وبيش مقابل كر يبلاز بنا خب جرا دا بيش من داتا شنو تو بيش مقابل كر وأف چند هنجي صح كان حكمة رب العالمين أف قلتنا تندينا قلتن جنك كويا حرامة دي حلال بيت ورجال هندجين ده معجزات ده هاي يعني مثلا نفسي أفيكش كهاني اگر اف قلتنا نهاد بانا قلتن وظلام چو بانا ويناوي ممکنه با سبب ايش يجي پیدا با حتى مرنجي جنان شوبا إدزا زهرية اف ايش تاني جي پیدا بان هر نفسي جنه وبس اف كلمات هاتي قلت نعم اللي ياتي بواتي كرن هباباتي بواتي كرن دقيتا حلالي وصحة وسخرمي وتشتهي شنابت فجي يجيش معجزات خلق تعالى كو حلاليك رب العالمين تتن نبين هردو قدام والحمد لله رب